السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله يا حبايب قلبي. شايفين المحشي بتاع البت ام فرح، وشايفين الجلاش مش جلاش قصدي، صينية الرجاج بتاعت البت ام فرح، ومحشي بقى الكرومب، ومحشي البتنجان، ومحشي الكوسه. يا سلام يا سلام يا سلام! ايه يا ام فرح؟ لا انت مبذره خالص النهارده. ايه عامله الاكل ده كله لمين؟ عامله الاكل ده يا حبايب قلبي لحمايه وعمتي جولي، لاول مره يجولي زياره هنا في القاهره. طبعا انتوا عارفين ان انا مش شرقية بس قاعدة في القاهرة. حماية اهو يا حبايب قلبي، وده ابو كريم، ودي فرح زي ما انتوا عارفين يا حبايبي. فطبعا ايه، تعالوا بقى موريكم بقى الاكل ده اتعمل ازاي. المحشي اسمه ايه؟ قولوا معايا قولوا معايا. والرقاق باللحمة، ومحشي البتنجان، ومحشي الكوسة، والديك اللي طبخناه اللي عامل زي الديك الرومي ده. هو مش ديك رومي بس هو عامل زي الديك الرومي. وطبعا لما جيت قدمت الاكل وكده فانا نسيت اصور لكم الديك بعد ما ايه، وانا بقدم الاكل. بس هتشوفوا بقى الديك بقى دلوقتي وانا بحطه وبطبخه وبحمره، والدنيا دي كلها يا حبايب قلبي. وطبعا جورت الكرنب اهو يا حبايبي، شلت جالبها وايه، وبحطها في الميه المسلوقه. ولقيت الميه شويه صغيره في الحله، فرحت حاطه عليها كمان ايه، شويه ميه من الكتل. وطي يا فوفو التليفون. وطبعا يا حبايب قلبي حطيت لي كرنبه زي ما هي، مش شلت. في ناس بيشيلوا الورق ورقايه بورقايه كده ويحطوها في السلجه، بس لا يا حبايب قلبي، انا بحط لي كرنبه زي ما هي. وهدن بقى ايه، اسحب ورقه بورقه كده واحط في الصينيه. اسهل ليكي واسرع ليكي واحسن ليكي. للناس يعني اللي بيحطوا ورقة بورقة وكده، فكده اسهل واسرع. شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين؟ قولوا شايفين البت ام فرح العسل دي؟ والله العظيم يا حبايب قلبي انا كنت بعمل، بصوا الوكل ده اهو، واني مبسوطة وسعيدة. ان ابو جوزي جاي وعمتي جاية وكده. وابو كريم كان مبسوط خالص ان ابوه جاي وكده لاول مره يعني يجي مصر وكده. فابو كريم كان مبسوط خالص. طبعا انا حطيت حته ليا كنت جايباها من الجزار لما كنت جبت الكوارع، فاكر عليكم؟ وحطيتهم ورحت حاطه البصل، وبحط حته سمنه بلد اهو. بس البرطمان مش كان راضي يفتح معايا، فجبت ايه، حته خلجه من اللي انتوا بتعايبوا عليها. في ناس كده بتعايب على الخلجه بتاعتي، وما تجيبلك فوطه ومش عارفه ايه، وقلتها في الفيديو اللي في فيديو كده في مره. بس ما علينا يا حبايب قلبي، انا بحب الخلاجين مش بحب الفوط. وطبعا دي طماطم وفلفل وبنجر وتوم وفلفل رومي وفلفل حر وكده يعني. فقلت عبال ما البصلة تتحمر كان انا ايه، عملت الطماطم في الخلاط عشان ما اضيعش وقت، سريع سريع سريع. ايوه، امال ايه يا حبايب قلبي، لازم كده ايه تكوني سريعه سريعه كده عشان خاطر ايه تنجزي بسرعه وتبقي شطوره ولهلبه زي البت ام فرح. حبايبي 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 حبايبي، احلى واجمل متابعين في الدنيا. وطبعا بعمل طماطم تانية برضو. عملت ولا كام دورة كده اهو لسه فيه. وبضرب برضو طماطم تاني وكده. وسبت الحبة دول عشان اعمل بهم ايه المرة التانية. عشان ما احطش مية في الخلاط وكده. وطبعا الطماطم السباكت معانا اهي يا حبايب قلبي. طبعا انا بسرع لكم الفيديو عشان خاطر مش هطول عليكم الفيديو وكده وتزهقوا مني. طبعا بحط حته سمنه بلدي. بتحط حته سمنه بلدي ليه؟ حبيتك تعملي ايه يا ام فرح؟ بدي اعصج اللحمه يا حبايبي. طبعا دي بصل. جيت افرم البصل في الكبه، لقيت الكبه باظت، رحت مقطعه على ايدي. ودي اللحمه اهي يا حبايب قلبي.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت اللحمه. طبعا ما حطيتش على اللحمه دي ولا فلفل اسمر ولا كمون ولا الكلام ده كله، علشان خاطر اللحمه دي جايه محطوط عليها فلفل اسمر ومحطوط عليها كمون وكده، عشان مش تقولي لي يا ام فرح انت مش حطيتي فلفل اسمر ولا حطيتي كمون ولا حطيتي بهارات ولا حطيتي يا حبايب قلبي. دي جايه جاهزه. طبعا عصجنا اللحمه اهو يا حبايبي، وده الرز بتاعنا غسلناه. انا بغسل الرز بتاع المحشي اهو يا حبايب قلبي، وحطيت الخضرة والكلام ده كله. وادي الملح، ادي الملح اهو يا حبايب قلبي، بحط الملح و وادي ايه دي بابريكا. دي بابريكا يا حبايب قلبي، وده فلفل اسمر، والتاني ده كمون اهو. شايفين يا حبايبي؟ ما بحطش بهارات كتير، ما بحطش. ودي مرق الدجاج، انا مش بحط بهارات كتير عشان يا حبايبي البهارات كتير بتضيع طعم الاكل، عشان تبقوا عارفين. فعلى قد ما تقدروا ما تحطوش بهارات كتير. في ناس تقول ايه احنا نحط بهارات كتير ومش عارفه ايه تخلي الاكل طعمه حلو، لا بالعكس. ودي الصلصه طبعا اللي انا مسبكاها يا حبايب قلبي، وقلب قلب 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 قلب. آه عشان خاطر ايه كله كده يتخلط في بعضه. وبس يا حبايب قلبي. عارفين ايه اللي محمر الطماطم كده ومحمر الدنيا دي كده ومخلي الرز شكله حلو كده؟ البنجر جميل جميل جميل، وفي فايدة عظيمة جدا جدا. طبعا انا كسلت ان انا اعمل حشو وكده، فروحت حشيها بايه؟ بالرز بتاع المحشي. على فكرة برضو بيبقى طعمها جميل قوي. رحت حشيها بالرز بتاع المحشي. شايفين انا عاملة ايه في الديك؟ شايفين انا عامله ايه في الديك؟ انا عامله فاصله الجلد عن اللحم، فاهمين يا حبايب قلبي؟ وحشياه من بره وكده ومظبطاه. حشياه من بين اللحم والجلد، وحشياه برضو من جوه. وطبعا ما بكترش رز عشان الرز بيزيد، وعشان خاطر ايه مش يفرجع منكي في لما تحطها على النار وكده. او مثلا ممكن تلاقي الرز مش استوى. فعلى قد ما تقدري ما تكتريش رز عشان الرز بيزيد. اوكي. اوكي. فهو يا حبايب قلبي انا عمال احشي بين الجلد اهو زي ما انتوا شايفين. هتقولي لي يا ام فرح كان الرز المحشي كان حلو وهو محطوط في الديك؟ اه والله العظيم جميل يا حبايبي، زيه زي الرز اللي انت بتعملي حشو عادي يعني. طعمه جميل خالص والله. فشوفوا يا حبايب قلبي، شوفوا والله العظيم الاكل لما بتعملوا كده بنفس راضية وتكونوا مبسوطين، الاكل بيطلع جميل. قسما بالله الاكل كان جميل جميل جميل. طبعا انتوا عارفين الحلة ديت انا مش عندي حلل كبيرة هنا، الحلل الكبيرة بتاعتي في البلد. فانا جبت الحلة الكبيرة دي من جارتي. قلت لها هات الحلة لما اطبخ فيها الديك وكده. عارفين الديك دي بسم الله ما شاء الله عليه. بس لما جيت بقى كان الديك ده بقاله يجي سنة. الديك ده بقاله يجي سنة، يعني مش سنة في الفريزر، لا هو بقاله يجي سنة يعني مربياه وكده، فذبحته بعد سنة فطبعا بياخد نار، فلما خد النار دي كلهيتها فخس. هتشوفوه بقى لما اجي اطلعه بقى. طبعا بحط الفلفل الاسمر والكمون وبهارات لحمة وكده. وكانت الريحة قسما بالله كان قلب العمارة، الريحة كان قلب العمارة، ايش ريحة المحشي وريحة الديك ومش عارفة ايه. وطبعا بجور الكوسة اهو يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كوسة وبتنجان وفلفل رومي وكده. هتقولي لي طب انت بتحط اللي انت بتعملي في الطبق دي ليه يا ام فرح؟ بحطه يا حبايب قلبي اللي بتاع الكوسة ده عشان اللي بيطلع من الكوسة ده عشان بحطه في قعر الحلة. في قعر الحلة لما اللي انا هحشي فيها الكوسة والبتنجان وكده، بدها سكارة وطعم جميل. ولو لا قدر الله الحلة لسعت ولا كده ال- المحشي مش يلسع معاكي. وديت حلة الكرنب بحط فيها برضو العروج بتاعت الكرنب. عارفين العروج يا حبايب قلبي؟ انا بحطها فيها اهو. بتدي برضو الكرنب سكارة وجميل، بتخليه جميل خالص خالص.
حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك يا اختي انت وهي، حطوا اللايك يا امارايا انت وهي، يا اجمل واحلى متابعين حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا. اللي عمال يتفرج عليا دلوقتي ولسه محطش اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك يا حبايب قلبي. انا تعبت في الفيديو ده خالص، فحطوا اللايك كده، وفرحوني كده بكومنتاتكم الجميلة. ما تحرمش منكم يا حبايبي. شايفين وانا بلف المحشي، طبعا بلف الورق الاخضر الاول في قعر الحلة، ماشي، وبعدين ايه بروح بقى ايه لفه بقى الورق الابيض وكده. ماشي يا حبايب قلبي، صلوا على النبي يا حبايب قلبي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا وانا طول ما انا بعمل الاكل وانا عماله اقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الاكل يطلع معاكي زي الفل زيك كده يا قلبي. آم، الصلاة على النبي وآية الكرسي. صراحة بصوا قسما بالله الأكل يطلع معاكو ولا غلطة، يطلع معاكو حكاية. طبعا دي اديك بعد ما طلع شوفوا انسخط ازاي، ايش اللي سخطك كده يابا. وطبعا لفيت حلة المحشي، وحشيت برضو البتنجان وحشيت الكوسة وكده. الرز ما كفاش معايا، رحت حاشية الكوسة لحمة، رحت حاشيه الكوسه لحمه يا حبايب قلبي. حشيت يجي 3 4 صوابع كده رز في الكوسه، وحشيت بقى ايه الباقي لحمه. وطبعا ساجينا بقى المحشي وكده وحطيناه على النار. وده انت بتعملي ايه كده يا ام فرح؟ طبعا دي طبق لبن يا حبايب قلبي، يعني كوبايه من الكوبايه الكبيره لبن، وبحط عليها طبقين من الشوربه، ودي حته سمنه بلدي، وهعملها في قعر الصينيه. و... وطبعا اللبن والشوربة حابل بهم الرجاج، واحط الرجاج بقى اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. الرجاجة ده انا كنت بلاها اهو، شايفين. طبعا الرجاج انا رحت الجيت ابو كريم كان جابه سليم، والله كان جابه سليم، بس العيال كسروه ليا، ارميه مش هينفع يتعمل، لا هيتعمل بأمر الله هيتعمل. انتوا عارفين ام فرح ما بترميش حاجة، انتوا عارفين ام فرح ما بترميش حاجة. فطبعا هو كان متكسر وكده. لو مثلا انت بدك تعملي صينيه رجاج وكده مش لازم ان هو يكون سليم، عادي يعني لو برضو متكسر هيطلع معاكي زي الفل عادي. توكلي على الله وقولي يا رب، وان شاء الله الحاجه هتطلع معاكي زي العسل، وما ترميش حاجه في الغلا اللي احنا فيه. فطبعا الحاجة غالية يا حبايب قلبي، ومحدش يرمي حاجة، محدش يرمي حاجة يا حبايبي يا متابعيني يا جمال. شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين بابل الرجاج اهو، بحطه في الصينية اهو يا حبايبي. وادي اللحمة، طبعا اللحمة انا معزجها من زمان وايه، وعملت هي كان عليها دهنة، عليها دهنة كتير، فاني عشان خاطر هي عليها دهنة كتير انا ما حطيتش بين الرجاج والرجاجة سمنة، لا انا حطيت في في قعر الصينية بس، فعشان خاطر اللحمة سمينة معايا والشوربة سمينة معايا، انا ما حبيتش ان انا اكتر سمنة اكتر من كده، فاهمين يا حبايبي. لكن لو اللحمة مش سمينة معاكي وكده تحط بين الرجاجة والرجاجة، تحطي سمنة، زبدة، زيت، اي حاجة. لكن اني كان اللحمه سمينه والشوربه سمينه، فانا ما حبيتش ان انا اكتر ايه سمنه. انا هحط في قعر في قعر الصينيه وفوق على الوش بس. طبعا بابل برضو الرجاج عشان خاطر ايه احط فوق اللحمه، قد ما تحط رجاج في في قعريه الصينيه قد ما تحط فوق، يعني زي ما تحط تحت حط فوق. يا الله يا الله يا حبيبي يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو يا حبايب قلبي يا حبايب قلبي، عادي على فكرة ممكن مثلا ايه ما تحطيش لبن زي تحطي شوربة بس صراحة اللبن بخلي ليه طعم تاني، بخلي ليه طعم تاني كده، طعم جميل خالص، جميل جميل جميل، بيخلي طعمه حلو خالص.
فعادي يعني لو مش عندك لبن مش توقفي مثلا ان انت مثلا خلاص عشان انا ما عنديش لبن مش هعمل صينيه رجاج، لا عادي اعملي عادي. اهو بزجي طبعا الرجاج، ما تكتريش، هو طبقين كده، ما تكتريش عشان مش يطلع طري خالص معاكي، بس انا حبيت ان انا ايه اطلعه طري سنه عشان خاطر حمايه. طبعا حمايه مش لسنان وكده، فانا حبيت ان انا ايه آم، ان انا اخليه طري سنه عشان خاطر حمايه يعني. وادي بحط حته السمنه اهو يا حبايب قلبي على الوش زي ما انتوا شايفين. كل اللي بتعملي بيدك يا ام فرح وعمال تعكنا. ايدي نظيفه يا ولاد، ايدي نظيفه، ايدي نظيفه. انا بحب اعمل كل حاجه بيدي، بحب اعمل كل حاجه بيدي، مش بحب اعمل بالشوكه والسكينه والكلام ده كله. واوقات باكل بيدي برضو. اه والله، اه والله يا حبايب قلبي. طبعا احنا حشينا سجينا المحشي الكرنب، ودلوقتي بنسقي المحشي الكوسه والبتنجان اهو يا حبايب قلبي. وبفضي الشوربه اهو، فضيت الشوربه في الطبق الستانلس. انا بحب افضي كده، بحب افضي كده الحلل كده، وحتى بعد ما اطبخ احب افضي الاكل في حلل صغيره واغسل الحلل الكبيره كده، انا بحب كده. وطبعا دلوقتي انا بغرف لعمتي وحماية يجوا بالسلامة، وبغرف لهم اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين المحشي البتنجان والفلفل والكوسة شكله جميل ازاي. بقول لكم شايفين طعمه جميل ازاي، لسه بدي اقول لكم شايفين طعمه جميل ازاي. والله العظيم كان نفسي يا حبايب قلبي كنتوا تيجي تاكلوا معانا. كان صراحة كان لقمة حلوة خالص، ولقمة اللمة ديت بتبقى جميلة خالص والله العظيم. وانا كنت مبسوطة وسعيدة ان هم يجولي وكده. وربنا يا رب يدم بينا المحبة والمعروف يا رب، اللهم امين. وبكده يا حبايب قلبي نكون احنا وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسناش بقى في اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي، وما تحرمش منكم، واشوف وشكم على خير، ومع الف 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 سلامة.